فاطمة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، إلى بيتها، فلم يجد عليا. قال وين علي؟ الموجودة في البيت زوجته، زوجة علي وهي بنت النبي فاطمة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. فقال أين ابن عمك؟ ابن عمك. قالت كان بيني وبينه شيء، يعني مشكلة، فغاضبني. لاحظوا فاطمة ما قالت وش المشكلة ولا فصلت، وهذا من الأدب، وهي تتكلم مع من؟ مع رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها شيء إلا أنه سألها فقالت خرج فغاضبني. قال إلى أين؟ قالت لا أدري. ثم خرج النبي ينظر يعني يبحث، وفجأة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو قيل أنه وجده عند المسجد، فدخل النبي عند المسجد فوجد علي راقد. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا كويسين، وعاملين ايه بقى في الحر اللي احنا فيه دوت الفظيع ده. ربنا يا رب كده يعني ان شاء الله يكبر خواطرنا ان شاء الله، ويفرح قلوبنا فرحا جميلا يا رب، اللهم امين يا رب. والله يا اخواتي بصوا، انا عايزه اقول لكم انا بقالي فتره كبيره جدا عايزه انزل الفيديو دوت، وكل ما اجي انزله او كل ما اجي مثلا منتج الفيديو لما النور يقطع ومفيش طبعا نت، فانا نحس يعني انا نحس من يومي مش عارفه في ايه والله العظيم، بس نحمد ربنا يعني. المهم طبعا انا اليومين اللي عدوا دول كمان انا كنت تعبانه جدا جدا، وصدري كان تعبني، وكنت طبعا على طول بعمل اسمه دوت، يعني بروح اخد جهازات كده، قاعده على جهاز بتاع اكسجين وكده، والحمد لله لان انا عندي صدري تعبني يا اخواتي والله، بس نحمد ربنا يعني. انا بص انا متدمره من كل حاجه، فنحمد ربنا الحمد لله. معلش بقى يا اخواتي، خدتكم كده في دوكه بقى كده للعيال والتعب والكلام ده كله. تعالوا بقى كده اخدكم معايا كده اليوم بتاعي. طبعا انا هنا خلاص ابتديت اللي انا ادخل بقى اعمل اكل وكده، لكن في الوقت دوت كان قبليها كمان، قبل ما ادخل المطبخ كان النور قطع، والحمد لله يعني بعد ما جه على طول قلت لازم اقوم كده اخلص بسرعه، لان ابو معاذ قرب يجي، وكمان كانت عندي اختي كده قاعده معايا، فقلت طبعا اللي انا اقوم كده اعمل الاكل بسرعه بالسريع كده. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، وهقفلها، واللي عاوز يدخلي انا يستأذنني يخبط على الاوضه يعني عندك. ايوه، اي حد عاوز يدخل عندك يخبط عليك. ايوه صح، برافو. طيب تمام، تعالى. خلاص انا مش هخلي حد يدخل لها غير ما يستأذن. طب خد اقول لك، تعالى اقول لك، تعالى مش تقول لي ازيكم يا جماعه، اعملوا لايك. تعالى قول لهم اشتركوا في القناه. بيتكسف اللي عمال بيضحك وبيكلمكم، سامعين؟ خلاص بقى، عشان عنده مثلا 5 سنين او كده، فعمال يقول لي ماما محدش يخش عليا، ماما لازم تستأذني، يا ماما لازم اي حد يدخل عندي يستأذن، فلازم نخبط عليه يعني. قلت له خلاص حاضر. هو بصي يا اخواتي والله الحاجه اللي انا بحاول يعني، طبعا النهارده بصي يا اخواتي انا كنت هعمل اكل غير ده، كنت هعمل محشي وكده، ولكن سرعت شويه، قلت لا بلاش اعمل محشي، لان طبعا لو عملت محشي هياخد مني وقت، زائد كمان ممكن النور يقطع وكده وملحقش اعمل اي حاجه، وعندي العيال طبعا بتعيط، وانا اختي مهما كان مش هتعرف تقعد بالتلاتة يعني. فقلت اعمل بقى رز كده وملوخيه، واعمل كباب اللي هي قصدي لحمه اللي هي الكباب حله ديت، قلت طبعا اعملها كده بالسريع، والحمد لله طبعا عملتها. كان تقريبا كده انا كنت على اخر النهار يا اخواتي، بس الحمد لله يعني خلصت بسرعه كده دي الاكل سريع اصلا وما بتاخدش معايا وقت.
طبعا ان شاء الله هبقى انزل معاكم على طول فيديوهات باذن الله ان شاء الله، بس ربنا كده بس كده يسترها والنوم ما يقطعش، لاني في الوقت. نعم. ايه يا صغنن، انت بتعيط ليه؟ فالمهم ان شاء الله باذن الله نور مش هيقطع ان شاء الله، وابقى انزل فيديوهات مع بعض على طول. والله يا اخواتي انا كنت يعني اليومين اللي عدوا دول الواحد كان تعبان، والحمد لله الحمد لله صحتي بدات تتحسن شويه بشويه، ولكن يعني هو بسبب كمان الموضوع الحر اللي الواحد فيه ده، وطبعا ما فيش خالص تنفس خالص في الجو، تحس ان الجو مكتوم، فانا صدري بيتعبني بطريقه رهيبه، وبس الحمد لله نحمد ربنا يعني. طبعا زيادة بقى الأطفال وكده، زيادة البيت وكده برضو، الأكل وكل ده طبعا ضغوطات، بس الحمد لله نحمد ربنا. طبعا يا اخواتي عايزاكم بقى كده لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه وزر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، وكومنت حلو كده منكم ان شاء الله باذن الله، عشان ايه يعني افرح كده باي كومنت جميل منكم ان شاء الله. هنا بقى يا اخواتي انا كده خلاص قربت اخلص، وقلت خلاص بقى تقريبا دي كانت اخر حاجه، علشان طبعا كان كده ابو معاذ جه، وابو معاذ عامه يعني اللي هو لما بيجي على طول بياخد شاور، وبيحب اللي هو ياكل بسرعه علشان كمان يدخل مثلا يريح شويه او كده، وبعد كده الواحد اصلا كان في صهد، يعني انا كنت واقفه كده والله يا اخواتي كان صهد رهيب، بس الحمد لله يعني. وهنا كمان خلاص خلصت طبعا. وكمان يعني ما تنسوش بقى كده لايك حلو منكم عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. يلا باي باي.